السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملكم في صحة جيدة وانتم كتشوفوا الوصفة ديال اليوم. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم حلويات أميمة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيك بطعم الشوكولا، كيك عائلي تيجي زوين لذيذ، واكثر حاجة مهمة هي مبسط جدا للبنات اللي يلاه غادي يبداو كيتعلموا الطبخ. اللي كنعطي وصفه كنحاول نعطيها جد مبسطه وبلي زاسيوس ديالها باش تنجح معكم من اول مره. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تشاركوا فيها وذلك بالضغط على الزر الاحمر صابوني وتفعلوا زر الجرس باش دائما تتوصلوا بجديد الوصفات. ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي ناخذ واحد لو بول فاش غادي نديروا جوج ديال البيضات اللي كيكونوا كبار. ضفت البيضه الاولى وغادي نضيفوا دابا البيضه الثانيه، ومن بعد غنزيد واحد رشيشه ديال الملحه، هذه ضروريه كتعدل لنا النكهه اللي كتكون في الكيك. بحال مثلا حنا خادمينه دابا بالشوكولا، كتجي واحد النكهه اللي زوينه وغنيه بطعم الشوكولا، خصوصا ملي كنديروا واحد القبيصه ديال الملحه. هذه ضروريه في كاع الحلويات، هي الكيك هي الحلويات بحال بحال. غنضيفوا واحد ساشي من الفاني، سكر الفاني ممكن تعويضوه ببودره الفاني او الفاني السائله بحال بحال. غادي نضيفو 610 غرام ديال سكر حبيبات، ما يعادل كاس الا ربع ديال السكر. غادي نطرب كلشي. بالنسبه للطراب كهربائي راه ماشي ضروري، غير انا طربت به باش المهم غير خدمت به وصافي، باش دغيا نحرك، حيت الكيك هذا كيبغي يتحرك شي شويه. غادي نزيد معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نحرك كلشي مزيان. الا كنتو كتحركوا غير بالفوي حاولوا تطربوا مزيان حتى كيبيض لكم الخليط ديال البيض، ماشي ضروري يضاعف الحجم ديالو. وغادي نضيفوا واحد يوغورت كبير بالنكهه ديال الشوكولا. هاد اليوغورت هذا الدور ديالو كيعطينا واحد التعليكه زوينه للكيك وتيجي بنين كتر. الا ما كانش متوفر ماشي مشكل، تقدروا ديروا غير هذا يوغورت عادي بالنكهه ديال الفاني، ماشي مشكل. غادي نضيفوا كاس لاروب ديال الزيت، غنبقى نضيفو بالتدريج وانا كنحرك. نضيف شويه ونخلط ونضيف شويه عاوتاني ونخلط حتى كنسالي الكميه كلها اللي عندي. المكونات كلهم راهم بدرجه حراره المطبخ، خصوصا البيض ما تجبدوش من الثلاجه وتخدموا به في ساعه باش الكيكه تجيكم زوينه خفيفه ومفشفشه. غنضيف دابا جوج ديال الخمارات خميرة الحلوى ما يعادل 16 غرام، وغادي نضيف 25 غرام ديال الكاكاو المر اللي تيكون نوعيه جيده باش المذاق ديال الكيك تيجينا رفيع وزوين وما تطيحش لينا الكيكه وما تجيش مدقسه في الفران، حيت راه الاسباب ديال تدقاس ديال الكيك في الفران وتجي ما طيباش زوينه وما مهوياش من الداخل، راه هو الكاكاو اللي تنشريه وما تيكونش نوعيه جيده عند هذوك اللي تيبيعوا لوازم الحلويات. من الاحسن نشري واحد الماركه راه معروفه في المغرب ديال الكاكاو بالضبط، هي باش تخدموا. الكاكاو المر فيها كيكون زوين بزاف وتيجي في الكيك لذيذ. وغادي نضيف 200 غرام ديال الدقيق الممتاز ديال الحلويات، غادي نضيفو بالتدريج، ما غاديش نضيفو دفعه واحده، غير شويه شويه حتى كندخل الكميه كلها في الخليط. حتى الا خديتو الكاكاو عند الحلاويين خذوا شي مارك اللي كتكون غاليه، هذوك الغاليين تشموا فيهم ملي كطلعوا النفس كتشموا ريحه الكاكاو وريحه الشوكولاط فيها، ماشي كيكون لونه غامق وما كتشموش ريحه الكاكاو مزيان فيه، هذاك راه ما تيكونش نوعيه جيده وغير يخسر لكم الكيك ديالكم واي حلوه خدمتو بها. دقيق راني مغربله، هداكشي علاش ما عاودتش غربلته معكم في الفيديو. صافي دابا غادي نحبسو من الطراب وغادي ناخذ هذيك الفوي، غنكمل غير بيدي، غنبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كندخلوا كميه كي قلت كلها اللي عندنا. عاد من بعد غادي يبقى لنا السوائل اللي هو الحليب. الحليب راه انا مخلياه كيسخن. بان لكم الكيك تقال ماشي مشكل، راه من بعد غنزيدو الحليب. كيف ما شفتوا معايا غادي نضيف ربع كاس الاولاني وغادي نبقى كنحرك. المهم في المجموع بقيت كنزيد في الحليب حتى كنحصل على ديك لا تيكستور الزوينه اللي خاص الكيكه نورمالمون تكون فيها. وفي الاخير راه تقريبا دخلت واحد نص كاس كبير ديال الحليب في الكيك. صافي من بعد ما حصلت على القوام المناسب
دابا راه نكون مسخنه الفران من قبل على درجه حراره 180 وغندخلو الكيك ديالنا يطيب. ملي نشكلو 8 بالفوي وما تذوبش لينا دغيا في الخليط صافي راه تنعرفوه وجد. غناخد المول هذا واخا ديال السيراميك ولا كندهنو انا ديما بالزبده باش ما كيلصقش ليا الكيك، ولا دهنوه بالزيت وديروا ليه شويه الدقيق. انا درت غير الزبده. غندير فيه الخليط ديال الكيك وغندخلو الكيك يطيب على نار متوسطه 180 درجه 160. غنخليو الكيك ديالنا كيطيب من الاسفل حتى كيتنفخ ويضعف في الحجم ديالو ويبدا كيطيب. عاد نشعلو عليه من الفوق غير واحد 5-6 دقائق. الكيكه اللي كيكون فيها الكاكاو كتكون بالشوكولا راه دغيا كطيب، وهذه هي النتيجه ديالها. كتجي رائعه بزاف، خفيفه وهشيشه. صافي دابا غنخليوها على جنب تبرد وندوزو باش نصاوبو الكريمه. بالنسبه لمقادير الكريمه ديال الشوكولا غادي نحتاجو نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيفو ليه قيس ديال السكر على حسب الذوق. انا ضفت 2 ديال المعالق كبار يكونوا عامرين ديال السكر، و2 ديال ساشيات ديال الكاكاو ما يعادل 16 غرام من بودره الكاكاو. واحد المعلومه نسيت ما قلتها لكم، الكاكاو اللي تيكون زوين راه تيكون اللون ديالو بني، تيكون قهوي ماشي تيكون كحل. داك الكحل راه تيكون غير مزور، ما غاديش يجيكم زوين. 3 ديال المعالق كبار ديال المايزينا يكونوا عامرين، وغادي نضيفوا 1 فلون ديال الشينويه. هذاك فلون العادي ديال درهم ولا درهم وشي حاجه، هذاك تخدموا به تيزيد يعقد لنا هاد لا تيكستور ديال الكريمه وتجي زوينه. ودغيا كديمولا لنا من السيركل من المول عفوا. صافي غادي نحرك كلشي مزيان على البارد. عاد من بعد غادي نديه على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيعقد لنا الخليط وكيتماسك في القوام ديالو. وديك الساعه غادي نطفي عليه وراه تيكون وصل لدرجه الغليان. من بعد ملي كنطفي عليه النار غادي نضيف ليه 70 غرام ديال الشوكولا نواغ، وغادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال الزبده ونحرك كلشي مزيان مع حدو سخون حتى كيذوبوا ليه هاد المكونات مزيان. ومباشره غادي نضيفو على المول من بعد ما نقيته مزيان من البقايا ديال الكيك. المول انا راه ديما كندهنو شويه بالزيت باش دغيا كديمو لنا هاد الحلوه ملي كتبرد. ومباشره والخليط سخون غادي نضيفو على المول بحال هكا، غنتقطرو مزيان وغادي نقلب عليه الكيك على وجهها باش دغيا كتلصق فيه. وصافي نديرو ليه بابي سولوفان ديك الساعه نغطيوه مزيان وندخلوها للثلاجه. هانتوما ملي كنحط الكيك راه كنحاول نضغط عليها واحد شويه حتى كتبان ليا الكريم طلعت من الجناب، وما نضغطش بزاف باش الكيكه ما تقيسش ليا القاع ديال المول ويخسر لنا الشكل. حنا بغينا الكريم تكون هي الفوقانيه عاد تبعها الكيكه. كنضغطوا غير واحد شويه باش كتثبت فيها صافي. وهذا الكيك كيف ما قلت لكم راه تيجي زوين ومفشفش، ما تيحتاجش يتسقى ولا شي حاجه، بالعكس كيجي زوين وخفيف ما تيجيش ناشف. صافي دابا غنغطيه مزيان ونخليوها في الثلاجه واحد 6 سوايع، ولا تقدروا تخليوها حتى الغد ليه في الثلاجه وديك الساعه ديموليوها راه ما تيوقع ليها والو. الا كنتو زربانين بها خليوها في الثلاجه حتى كتبرد، وديك الساعه ديروها في المجمد غير واحد نص ساعه هكاك ولا حتى كتبرد مزيان وتاكدوا بلي راه صافي تقدروا تديموليوها. وديك الساعه خرجوها وقدموها بالصحه والراحه. كانت هذا هو الاقتراح والوصفه اللي شاركت معكم اليوم، نتمنى تعجبكم. اذا عجبتكم كالعاده خليو لنا بزاف ديال لي لايك لي بارطاج مع الاصدقاء والاحباب لكي تعم الفائده. اذا كنتم مازال ما مشتركينش معايا في انستغرام وفيسبوك مرحبا بكم. فيسبوك تا هو ديما كنحط فيه الجديد وكنكون اجور معكم في انستغرام ديما. عندكم اقتراحات رسائلكم خاصه تقدروا تصيفطوا لي باغ انستغرام. مرحبا بكم كاملين ومرحبا بالناس الجدد والناس القدام داركم. الا جربتوا الوصفه ما تنساوش تشاركوني صور تطبيقاتكم على انستغرام اللي غنخلي لكم اللين ديالهم كاملين اسفل الفيديو. شكرا لكم وشكرا على المتابعه، والى اللقاء الى وصفه وحلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.